حسين لبيب يرد على مرتضى منصور ويفتح النار عليه. هجوم كبير جدا من حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك السابق على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. كلنا يا جماعة شفنا مرتضى منصور طلع وقال حسين لبيب بيدعم ممدوح عباس وبيديله فلوس وبيدعمه بأشياء كثيرة جدا. بيان ناري اليوم من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق على كلام مرتضى منصور. البيان: الزمالك أولا لعلك تفهم، إلى كل كذاب أشر وإلى كل أفاق ومدعي للبطولة الزائفة عن طريق الخداع والكذب والتدليس والسباب وشتيمة الناس، ويقصد مرتضى منصور. أؤكد وأقول أن الهجوم على الآخرين وهدم إنجازاتهم بالباطل لن يستقيم ولم ينطلي على جماهير نادي الزمالك الواعية العريقة المحترمة. النجاح هو أن تعمل وتبني وتجتهد في صمت، وليس النجاح بالجعجعة الفارغة والكذابة وسب والتحدث عن أعراض الناس والأكاذيب. إذا أردت أن تكون مثل القامات العالية، ويقصد الخطيب والناس المحترمين، فعليك أن تسعى لتصعد إليهم لأنهم لن ينزلوا إليك. أخيرا توضيح بسيط: خلال المدة التي تشرفت فيها برئاسة اللجنة التي كانت تدير نادي الزمالك لم يحدث على الإطلاق إننا قمنا بدفع أي مبالغ مالية إلى الأستاذ ممدوح عباس. وإذا تبين عدم صدق كلامي فإنني على الاستعداد للاعتذار وتحمل المسؤولية إلى جماهير نادي الزمالك العظيم والعريق الذي أتشرف إنني واحد من جماهير النادي المحترم قبل أن أكون لاعبا أو في أي منصب داخل النادي، وأنني لم أدخل من بوابة النادي طول الباقية من عمري. وهذا تحدي لأنني متأكد من قولي لم أدعم ممدوح عباس بأي شيء. زهقنا وتعبنا من شتائم وتطاول هذا الشخص على الجميع في مصر دون حساب أو دون عقاب. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر. رجاء الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا.